مرحبا بيكم. اليوم الغسيت متاعنا كيك مغبغي معاه جلاساج غورمون. الكيك بنين بنين على الاخر، باش تعملوه كيما ان غران شيف، باش يجيكم كيما لي بروفيسيونيل بالضبط. بالمغبغاج المزيان اللي من داخل والجلاساج يكون طري وبنين. وما نحكي لكمش على القوام متاعو حسيلو. اذا كان مازلتوا ما اشتركتوش في القناه، انا اسمي غاليه، اشتركوا وفعلوا الجرس. واذا كان عندكم اي سؤال حطوه في كومنتير. نسيت باش نقول لكم انا عملت لكم غوسيت بونوس تلقاوها اذا تتفرجوا في الفيديو حتكشوا للاخر. دي هكا ميني كيك موالو بالنوا والشوكولا. اول حاجه نبداو بها المقادير. باش ناخذ 6 كعبات عظم يكونوا كبار، عليهم 200 غرام زبده حيوانيه، عندنا 450 غرام سكر، 600 غرام فارينه، حكه كريم فريش كبيره ومعها حكه ياغورت و100 مليلتر من الحليب. من بعد باش نزيدو فيهم، باش نستحقوا هوني مغرفه خيمولين يعني ما يقعد 20 غرام. هذايا الحليب يكون في درجه حراره الغرفه 100 مليلتر. وعندنا 80 غرام من الزيت. هوني باش نستحق الكاكاو بودر. باش نستحق زاده زوز ساشيات لوفور شيميك خميره كيميائيه وزوز سكر فانيي. وتلقاو المقادير كلهم في صندوق الوصف. باش نحط هنايا 200 غرام زبده متاعي، وباش نحط عليهم 450 غرام من السكر. نجمو تحطوا حتى 400 غرام سكر، راهو يجي الحلاوه نتاعو باهيه. سورتو باش نزيدو سكر فانيي والسيرو. دكوني حطيت زوز ساشيات نتاع سكر فانيي نتاعي، وباش نزيدهم 20 غرام نتاعي نتاع التخيمولين ما يعادل مغرفه كبيره. باش نستعمل هوني الفوي باش نخدم الزبده والسكر نتاعي فاقل من تحصل على كريمه. باش نخليهم يتخدموا على رواحهم، وباش نجيب 600 غرام نتاع الفارينه نتاعي نغربلها مليح مليح. انا ديجا غربلتها قبل مره وهذه ثاني مره. باش نحط عليها زوز ساشي من الخميره الكيميائيه، ونزيد نغربلها زاده كيف كيف ونخلطها مليح ونخلي هذا الخليط على جنب. باش نبدا توا نزيد بالعظمه بالعظمه للخليط نتاع الزبده والسكر نتاعي. هكا نزيدهم بشويه بشويه ونخليها تتخدم في العقل. هنا راني انا سرعت الفيديو مي نخليها تمشي في فيتاس معين، وكل مره نزيد عظمه نتاعي. انا هوني باش نحط بالطريقه هذه 3 عظمات اكهو، مش قلت لكم عنا 6 عظمات. دونك 6 عظمات باش نزيدوهم يتخدموا بالفوي كيما هكايا. بعد باش نجي نحي الفوي نتاعي ونحط الفوي العادي يعني نتاع الباتور. توا باش نخدمهم الخليط هذايا، وباش نزيدهم 3 كعبات عظمات الاخرين. اذا كان ما عندكمش الفوي تنجموا تخدموا بالباتور من الاول للاخر. تنجموا من الاول تعملوا بسباتيول هكا لين تطريو الزبده والسكر، ومن بعد تحطوا تركضوهم باش ما تنطر لكمش في البلايص الكل. ونبدا نشوفوا الخليط كيفاش قاعد يطلع. دونك 3 عظمات من الاول، بعد زدت كمل 3 عظمات اخرين، نتحصل على خليط يكون كريمي على الاخر. هوني باش نجي للحليب اللي قلت لكم عليه قبيله. دونك باش نجي نحطه في مع الكريم فريش والياغورت ونخلطهم نخليهم على جنب. وباش نجي هوني نزيد الزيت نتاعي، قلت 60 مليلتر من الزيت، زيت نباتي. دوب ما يدخل الزيت مع العظم والسكر والميلانج الكل، باش نبدا نزيد بالتوغ دو رول. دونك مره نزيد فارينه، مره نزيد الخليط نتاعي نتاع كعبه الياغورت، الحليب وحكه الكريم فريش. حكه الكريم فريش يعني نتاع 100 غرام. دوك 100 غرام كريم فريش، 100 مليلتر حليب، وكعبه ياغورت ناتوريل. ونزيدو بالخليف مره الفارينه واللوفور ومره الكريم فريش لين نتحصلوا على الخليط هذايا يكون قلش عليه كريمه. يكون ماهوش جاري برشا وماهوش عاقد. هاني نوري فيكم لازمكم تتحصلوا على القوام هذايا بعد ما نكونوا زدنا الزيت والخليط نتاع الياغورت والحليب وكل شيء. توا باش نجي ناخذ من الخليط هذيك باش نعمل المغبغاج نتاعنا، باش نستحقوا شويه البات اللي فيها الشوكولا. دونك باش ناخذ الثلث نتاع الخليط اللي عندي، وباش نزيدوا زوز مغارف كبار كيما تشوفوا نتاع الشوكولا، دونك الكاكاو، وحليناهم شويه في مغرفه حليب. وتوا باش نزيدهم للخليط نتاعي اللي نحبوا يكون منكه
بشوكولا. نخلطهم مليح هكايا بسباتول لين تحصل على خليط متجانس. وجبت لكم توا المول اكيد جدا تحطوا زبده ملوطه وزيد تحطوا البابي كويسون من الفوق باش تنجموا تخرجوا الكيك نتاعكم. راهو بعديكا ينجم يلصق لكم داكوردو. عملت الكوش الاولانيه نتاع البات نتاع الفاني وتوا باش نجي نحط الكوش نتاع الشوكولا. في الشوكولا هكا من بعد الخطوط على بعضهم والكوش نتاع الفاني نحطها بكلها يعني نغطيها بكلها والشوكولا كيكا ونقعد نعمل نكمل نعبي المول نتاعي حتى يكشي للدو تيغ خاطر من بعد راه باش تنفخ بالكدا الكيك نتاعنا. باش يجيكم المغبغاج كيما فكر لي صالون دو تي ويجيكم ياسر مزيان. دخلوا السكينه للاخر للقاعه نتاع المول ونبداو نعملوا في الزيكزاك هذايا. طريقه سهله برشا وتعطيكم شكل ياسر مزيان. عادش بيه كان نعملوا كيك مغبغي كوم لي بروفيسيونيل يجي يعمل 66 كيف. توا باش نستوي الوجه نتاع الكيك نتاعي باش نستويه مليح مليح باش من بعد يجي منظرها مزيان الكيك ما تبداش ما مقبه من بقعه ومن بقعه لا. وتوا باش نجي كيما عملت في الكيك سيترون. اذا كان ما تفرجتوش في الكيك سيترون تفرجوا في الفيديو ننصحكم راهي ياسر بنينه على الاخر. تنحط لكم الفيديو في صندوق الوصف. الطريقه هذه تنجموا تعملوا يا بالزيت كما عملت انا اللي هي باش تكون طريقه اقتصاديه. تحبوا تعملوا بالزبده تحطوا بور اون بوماد يعني زبده طريوها مليح مليح تحطوها في بوش وتجيو في الشقه هذيك وتحطوا زبده ما تحطوش زيت. عملنا الحقيقه نستعمل الزيت ديجا اسهل لي والحقيقه تشوفوا من بعد كيفاش تتحل وتتنفخ بالكدا وتجي قولش عليها هكا معموله في باتيسري مش في الدار. السر زيادة نتاع الكيك راكم لازمكم تستعملوا ليمول يكونوا غارقين يعني عاليين باش يجيكم الكيك عالي كيما نتاع القهاوي. ما تعملوش في ديمول اللي تبيعوا في لي غراند سورفاس راهو باش يجيكم واطي شويه وماشيش هكا مزيان ومضخم كيف ما تحبوا نتوما. دوك ما يسالش اشريو يعني مول واحد وقعدوا طيبوا فيه خير لكم الالومنيوم وكل شيء. نسيت باش نقول لكم الوصفه هذه اذا كان باش تعملوها في كل لي مول كيك اون الو راهي تنجم تعمل لكم 3 كعبات كيك ما شاء الله طيح ممكن حتى اكثر. خاطر انا نحيت شويه من الوصفه هذيا باش نعمل بها الغوسيت بونوس. باش نحط توا الكيك نتاعي يطيب على 170 درجه من اللوطه والفوق. انا حطيتها على خاطر مالوغوزمون ما عنديش اللوطه بركه. اذا كان عندكم اللوطه بركه حطوه يطيب من اللوطه كهو مده نص ساعه وبعديك تكملوا له نص ساعه الاخرى من الفوق ومن اللوطه. المهم يلزم الكيك نتاعكم يكون طايب قبل ما تخرجوه وما تحلوش عليه قبل ما يعمل 40 دقيقه. حطيت هوني سيرو من الفوق في الوجه اكاهو وباش نخليها تبرد مده ساعه كامله. شوفوا ما شاء الله قداش جات يعني هكايا عاليه. بالنسبه للسيرو انا تنحط لكم في صندوق الوصف راهو سهل على الاخر. السيرو اللي نسقيو بيه 100 غرام ماء عليهم اشتراهم سكر وشويه سكر فانيي وخليتهم يغليو شويه مده 10 دقائق. الكيك نتاعي راني بيضته ليله كامله في الفريجيدير بعد ما لفيته مليح. وانا ننصحكم تعملوا هكا للكيك باش ما يتفترش ويجيكم كيما فريمون نتاع لي بروفيسيونيل. راهم الكلهم يبيتوا في الفريجيدير ما فما حد يمشي ياكل الكيك في نهارو. راهو يزيد يبنين ويشد روحه ويعطيكم قوام تاع كيك كوم يلفو. توا حضرت الكلاساج نتاعي اللي هو سهل على الاخر. خديت شوكولا ولي ما يحب ذاب ما تعملوش الشوكولا النوار باش ما تجيش هكا فيها المراره والكل. دونك خديت 250 غرام شوكولا ولي وزدت لهم 40 غرام من شو اسمه هو الزيت يكون زيت بيل دو تورنوسول داكوردو. وباش نزيد معاهم هنا عندي نوازيت كونكاسي ولا اموند كونكاسي 50 غرام يكفي باش تجيكم هكايا الكيك مزيانه وفيها هكا لو كروستيون من بعد كي تجيو تاكلوها. حطيت هنا توا باش نسقطرها مليح من الكلاساج نحاول نضربها شويه. حطوا ديما بابي سيلوفان كيما عملت انا باش ما تخسروش اكل الكلاساج هذيك تخبيوه وتعملوا بيه شنو تحبوا من بعد. هكايا الجاتو نتاعي رجعته الفريجيدير باش برد الكلاساج بالكدا.
باش نوريكم توا في القصة قداش يجي ياسر مزيان من داخل، وقداش التكستور متاعو باش تجيكم راهي مولوز ومعلق وبنين، مش هكا الكيك الشايح اللي يغصصك اللي ناكلوه من الشارع، ولا حتى اللي نعملوه في الدار ساعات يجي شايح وماهوش بنين وما يجيش مولو كما يلزم يجي الكيك. وهذه المغبغاج متاعو قداش جاء ياسر مزيان من داخل، حاجة تعمل الكيف. وتم تنجموا تستغنيوا راهو على الجلاساج. خديت هوني من الخليط متاع الكيك 450 غرام فضلولي متاع الشوكولا، باش نزيد لهم 100 غرام شوكولا اولي باش نخلطهم مليح، وزيد نزيدهم مغرفه من البات نوازيت تكون انا عملتها في الدار الحقيقه، تنجموا تشريوها حاضره، مغرفه كبيره ما يعادل 50 غرام من البات نوازيت باش تبنن ياسر الموالو اللي باش نعملوه. زدت لهم هنا كيلكو نوا كونكاسي زوزه مهروشه، ومعاهم شوكولا بلون بالبخاليني من داخل، وخدمتهم لهنا في المول هدايا المول متاع الميني كيك. وما نحكي لكمش تابولي في ساعة في 170 درجة مدة 20 دقيقة، جاو بنين 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 على الاخر. ننصحكم جربوهم اذا كان باش تعملوا الكيك، حطوا مكا يصلحوا اللمجه ولا مع كويستي غزولهم جاو كيما كعبات الشامبينيون ياسر مولو، راهو بنين 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 على الاخر. ان شاء الله تكون الوصفه متاع اليوم تكون عجبتكم، كسوا الكيك مع بغي اما لي مولو. واذا كان مازلتوا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا معايا وحطوا تفعيل الجرس هكاك يجيكم لي غوسيت الكل. ونقول لكم ان شاء الله ويكاند تحفون تعديوها مع الصغيرات، اي تري تري بيانتو ان شاء الله. باي باي.